ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وصحه وسعاده. معاكم يوسف النجار، واهلا بكم في حلقه رياضيه جديده. رسميا يا جماعه، وكيل اعمال مارسيل كولر يعلن حل جميع الامور بشكل ودي مع الاهلي بعد انهاء تعاقد كولر. طبعا احنا عارفين الفترة اللي فاتت وفترة ان بعد ما كولر مشي وكده، كل الكلام طبعا كالعادة الناس اللي بتصطاد في المية العكرة ويفضل يتكلم ويقول لك اصل في مشاكل مع الاهلي، اصل في مشاكل ما اعرفش بينه وبين المدير الفني، اصل كولر بيطالب بحقه كامل، اصل هيرفع قضية على الاهلي. كله بيصدر مشاكل ان الاهلي في مشكلة مع المدير الفني وبيحصل كذا وبيحصل كذا، وده طبعا حاجة مش حقيقية ومش صحيحة. هم بس عايزين يوصلوا يا اهلي ان انت مش معصوم من الخطأ يعني في الحتة دي، وعندك غلطات عادي، وفي برضه مديرين فنيين بيرفعوا عليك قواضي، وفي مشاكل على فلوس وهكذا. طبعا احنا عارفين مين اكتر حد مسجل خطر في الفيفا، ودي حاجه لا خلاف عليها، واللعيبه كمان بتهرب منه، زائد الصفقات اللي بيروح يتعاقد عليها بتهرب قبل ما تروح، اول ما تعرف سيرته يعني. فهم دول اللي عايزين يطلعوا سمعه على الاهلي وخلاص. اعلن خلاص وكيل اعمال كولر ان خلاص كل الامور اتحلت مع النادي الاهلي بشكل ودي. طيب، الراجل نزل النهارده تقرير بالظبط بيتكلم، وده الاحترام طبعا اللي احنا عارفينه سواء من النادي الاهلي ان هو ما بيخليش مثلا. وعلى فكره انا متاكد مليون في الميه ان النادي الاهلي برضو لو كان اللي حصل مشكله مع كولر فعلا حرفيا، وكان كولر بيطالب بحقه كامل، انا عارف ان الاهلي ما كانش هيوصل الموضوع للفيفا وكان هيدفع لكولر حقه كامل عشان ما يحصلش مشكله في الفيفا. ما فيش مشكله خالص. لكن طبيعي في اي نادي بتفسخ تعاقد، وطبيعي في اي نادي بيحصل مثلا انهاء تعاقد عادي، مفيش مشكله. وبعد كده نبدا نتفاوض وديا بقى، توافق على شهرين، توافق على ثلاثه، لا مش راضي عايز حقي كله، مفيش مشكله خالص طبعا يعني. فده طبيعي وبيحصل، مفيش مشكله نهائي يعني. بس انتوا عارفين طبعا مين اللي بيكبر الامور. الراجل نزل النهارده اسمه دينو لامبارتي وكيل كولر، بيعلن بيقول بقى ايه بقى: بدافع الاحترام والتقدير المتبادل بين الاهلي ومارسيل كولر، نعلن بموجب هذا البيان اننا توصلنا الى حل ودي لجميع المسائل المتعلقه بعقد مارسيل كولر. وبعد انهاء العقد حصل السيد كولر على ما يعادل راتب 3 اشهر كفتره اخطار، بالإضافة إلى جميع مستحقاته المتبقية ومكافآت الموسم المنتهي في 30 يونيو 2025. ده اللي كنا بنقوله يا جماعة، وده اللي أثير في الأول إن الأهلي عايز يديله 3 شهور من عقده، وفعلا ده اللي حصل. وكعادة الأهلي الراجل ليه مكافآت فوز مثلا بدوري أبطال، أو ليه مكافآت فوز بدوري أو فالراجل بيديله الفلوس. فالأهلي بيديله الفلوس بتاعته وما بياكلش حق حد أيا كان. نحن نقدر بشدة علاقتنا القوية مع النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره المخلصة، ونتمنى لكل من في النادي الأهلي دوام النجاح في المستقبل. ده كلام الراجل نزله، والمشكلة اتحلت رسمي. طبعا محمد فارس يسكت؟ لا، محمد فارس طبعا كلنا عارفينه، الصحفي في قناة الأهلي، ملوش حل يا جماعة في الردود وملوش حل في الكلام، وبالظبط بيرد عليك زي ما الكتاب بيقول. يعني يمكن بعد كابتن سيد عبد الحفيظ أكتر حد بيعرف يرد بالظبط ويخرس اللي قدامه هو محمد فارس ده. محمد فارس قال كلمتين، قال لك: يا خساره الهري بتاع كولر هياخد راتب 3 سنين كشرط جزائي. خلاص ده اتقفل، يعني السيناريو ده اتقفل، ما كله عمال يهرف النقطه بتاعت ايه، بتاعت ده هياخد راتب 3 سنين، ده هيرفع قضاء على الاهلي وهكذا. والهري بتاع كولر اشتكى الاهلي في الفيفا، برضه كله كان طالع يقول لك كولر اشتكى الاهلي في الفيفا يعني. ما اعرفش ازاي بيفكروا كده يعني، بس اهو بقول لك كولر اشتكى الاهلي في الفيفا وخلاص، عايزين يصدروا المشاكل وخلاص في الاهلي يعني. فبيقول ايه بقى: ده في يوتيوبر زملكاويه لما يروحوا يكشفوا الدكاتره، لما يروحوا يكشفوا الدكاتره هتقول لهم عندكم نقص في المحتوى بعد الخبر ده. فعلا والله العظيم دي حاجه حقيقيه. كل اليوتيوبرز بالذات الزملكاويه قال لك ده رفع قضيه، ده هيعمل معرفش ايه، ده في مشاكل، ده الفيفا معرفش يعمل ايه. ادي القضيه اتحلت وخلصت وانتهت. هل كل اللي كان بيقول كلام على الاهلي، ولا كل اللي بيتهم الاهلي، ولا كل اللي بيقول على الاهلي وعايز يطلع ترند وخلاص ويقول لك انا بتاع الحصريات وانا بتاع السبق الصحفي والاهلي هيدفع راتب كولر وكولر متضايق ومستاء والكلام ده كله، هل ده كله مثلا يطلع يعتذر يعني ويحصل حاجه؟ لا طبعا. هو خد البوم اللي في الاول عشان الناس تشوف وتشاهد وخلاص على كده. دي حاجه بسيطه حبيت اكلمكم فيها، لسه الخبر نازل من شويه. شكرا انكم سمعتوني، تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب، والسلام عليكم.